بيبدأ فيلمنا في مدينة الملاهي مع واحد اسمه باركر واللي بيكون رئيس عصابة وبيكون مخطط هو والعصابة بتاعته إنهم يسرقوا الفلوس اللي في المكان. ودول اتنين من أفراد العصابة واللي اسمهم ميلاندر وروسي، واللي بيكون باركر موظفهم إنهم يحفروا تحت المكان اللي فيه الفلوس، وأول ما بيخلصوا بيدوا الإشارة لباركر إنهم جاهزين وإن كل حاجة في مكانها. فباركر بينده على هاردويك عشان ينفذ المهمة بتاعته وإن هو يلهي الناس، وكمان بيكون معاهم سواق واسمه كارلسون وبيكون مستنيهم بره. وبعدها باركر بيروح عند المكان اللي فيه الخزنة وبيخبط عليهم، وساعتها روسي وميلاندر بيطلعوا من تحت الأرض وبيثبتوا كل الموظفين اللي موجودين هناك. وباركر ساعتها بيروح واخد الحارس وبيخش بيه جوه وبياخد التليفونات من كل الموظفين وبيربطوهم. وبعدها هاردويك بيعمل حركة غبية، وهو إنه بيولع في القش عشان يلفت انتباه الأمن اللي موجود في المكان عشان العصابة يقدروا يهربوا. وفي الوقت ده بيقدروا يفتحوا الخزنة وبيطلعوا الفلوس، وفجأة أنبوب الغاز اللي موجود في المكان بينفجر بسبب النار اللي في كل مكان. وساعتها كل أفراد الأمن اللي موجودين بيتشتتوا وبيروحوا على المكان اللي فيه الحريق، وكارلسون بيتحرك بالعربية وبيقف قدام الباب بتاع المكان اللي هم فيه، والعصابة بتطلع وبتحط الفلوس في العربية وبيركبوا وبيمشوا. وفي الوقت ده باركر بيخلع الباروكة بتاعته والنضارة وكل حاجة عشان محدش يقدر يتعرف عليه. وفي لحظة كده بيروح مفتكر مراته كلير وابوها هيرلي، واللي بيكون هو اللي معرفه على ميلاندر والعصابة، وكمان هو اللي قال له على مكان الخزنة. المهم يعني ان باركر بيخرج عادي وكأنه واحد من الناس اللي كانوا موجودين في الملاهي عادي جدا. وبعدها بيروح للعصابة وبيروح ماسك هاردويك ورقه حتة علقة لانه ولع في مكان قريب من الاطفال، وكان ممكن حد منهم يتأذي بسبب النار. وفي الوقت ده بقية العصابة بتوصل وبينقلوا الفلوس في العربية اللي معاهم لعربية تانية وبيركبوا فيها وبيمشوا. وبعدها بيتكلموا وميلاندر بيقول للباركر ان الخطة اللي هو عملها كانت مناسبة جدا، وان نصيب كل واحد فيهم هيبقى 200 ألف دولار في العملية دي، بس احنا مش هنقسم الفلوس لان احنا هنخش بيها عملية تانية، وبتكون العملية دي انهم هيسرقوا مجوهرات، وهيكون ساعتها نصيب كل واحد فيهم 2 مليون دولار. لكن باركر بيرفض الموضوع وبيقول لهم ان كل واحد هياخد نصيبه عادي، وبعد كده نشوف العملية التانية دي هنعمل فيها ايه. فافراد العصابة بيتضايقوا وبيطلعوا الاسلحة بتاعتهم، فباركر بياخد باله وبيروح ضارب هاردويك وبياخد البندقية من روس، وبيروح ضارب كارلسون بالنار لكنها بتيجي في ودنه. فميلاندر بيروح ضارب نار على باركر، فباركر بيروح ناطط من العربية وبيقع على الطريق، وبيروحوا موقفين العربية، وميلاندر بيدي المسدس لهاردويك وبيقول له يروح يخلص عليه. فبياخد السلاح وبينزل وبيروح يضربه وبيرميه في البحيرة دي وبيمشوا. وبعد شوية في ناس بتعدي بعربية وبيشوفوه وبينزلوا يطلعوه وبيفكروا ان هو مات، لكنه بيكون لسه عايش وبيودوه المستشفى. وبعد فترة بيفوق وبيقوم عشان يبص من الشباك عشان يعرف هو فين، فبيلاقي ان الشرطة جاية المستشفى عشان يحققوا معاه لانهم عرفوا ان هو فاق. وبعدها في ممرض بيجي عشان يكشف على راجل كبير معاه في الأوضة، فبيروح ماسكه ضربه وبياخد اللبس بتاعه، وكمان بياخد الراجل الكبير عشان يعرف يخرج بيه من المكان. وبعد كده بيروح بيت وبيخش وبيغير هدومه وبياخد المسدس بتاعه وبيمشي. وبعدها بيكلم هيرلي وبيعرفه ان ميلاندر ضرب عليه نار وكان عاوز يقتله، وبيسأله على مكانهم. فهيرلي بيقول له ان ميلاندر مش شغال لوحده وانه شغال مع عصابات كتير، وانك لو حاولت تقتله هيخلصوا عليك. وبيقول له ان هاردويك ليه واحد قريبه اسمه دانزينجر وده مجرم خطير جدا، لكن باركر بيصر برضه ان هو يعرف مكانهم. فهارلي بيعرفه مكان اخو هاردويك واللي اسمه بوب، وبيروح على المكان على طول وبيبقى فيه حارس على الباب وما بيبقاش عاوز يدخله. فبيقول له ان هو جاي من طرف دانزينجر، فالحارس بيقول له يستناه عشان يشوف بوب هيقول له ايه. فباركر بيروح خبطه بطفايه الحريق في دماغه، فبيغمى عليه وبيطلع لبوب بنفسه، وبيروح مثبته بالكرسي في الارض وبيساله عن هاردويك. فبيروح قايل له ان هو في فلوريدا في حته اسمها شاطئ النخيل. وفي الوقت ده الحارس بيفوق وبيروح ضارب على باركر نار، لكنه بيقدر يهرب من المكان في اخر لحظه. وبعدها بيكلم هيرلي وبيعرفه ان هو عارف مكانهم وبيقول له عليه. وبنروح بعد كده لفلوريدا وبنشوف واحده اسمها ليزلي واللي بتكون شغاله في شركه عقارات تابعه لشاطئ النخيل. وبوب اخو هاردويك بيرن عليه وبيعرفه ان باركر لسه عايش وان هو عارف مكانه. وساعتها هاردويك بيروح معرف العصابه كلها ان باركر لسه عايش. فميلاندر بيتعصب عليه وبيبقى عاوز يقتله لان هو كان المفروض قتله عند البحيره، لكن روس بيقول له ما يعملش كده لان احنا هنحتاجه معانا. فميلاندر بيروح قايل لهاردويك يكلم دانزينجر ويقول له يقتل باركر. وبعدها بنروح لهيرلي واللي بيروح لكلير عشان ياخدها معاه عشان المكان هنا ما عادش امن، وبيقول لها ان هو هيروح يجيب مراته وهيعدي عليها بعد 10 دقايق وبيمشي. وبيكون في واحد واقف قدام البيت، واول ما هارلي بيخرج بيدخل البيت عشان يخلص على كلير، بس كلير بتحس ان في حد في البيت فبتروح منزله السلم من الشباك وبتنزل بيه.
وبتروح مبوظه كاوتشات العربيه بتاعه الراجل ده بسكينه عشان ما يعرفش يجري وراها، وبتركب العربيه بتاعتها وبتجري من المكان. وبيكون الراجل ده اللي بعته هو دانزينجر عشان يخلص عليها. وكلير بتكلم باركر وبتعرفه اللي حصل، فبيقول لها تروح على المعسكر اللي هو كان بيقابلها فيه زمان وهو هيجي لها يوم الجمعه. فبتروح سألاه بقى لو انت اتاخرت او ما جيتش مثلا انا اعمل ايه؟ فبيروح قايل لها يبقى خدي الفلوس اللي في الخزنه واهربي بيها. وبعد كده بيروح لهيرلي واللي بيقول له ان ميلاندر وهاردويك اتفقوا مع دانزينجر ان هو يخلص عليك مقابل ان هو هياخد 20% من فلوس عمليه المجوهرات. فباركر بيسأله عن مكان جزيرة النخيل، فبيقول له انها جزيرة بيسكن فيها الناس الاغنياء والشرطة محوطاها من كل مكان. وبيقول له كمان ان ميلاندر مش موجود هناك. وبيقول له ان دانزينجر كلمني وقال لي ان هو عاوز يعمل صفقة معاك ويصفي الخلاف اللي بينك وبين العصابة، وبعت له فلوس العملية الأخيرة بتاعته. فباركر بيقول له يا عم ما تضحكش عليا، دانزينجر ما بعتش حاجة وان الفلوس دي بتاعتك وانت عاوز الموضوع يخلص. وفعلا هيرلي بيكون بيكذب عليه وبيكون بيعمل كده عشان يحميه هو وكلير بنته. وباركر بيروح سأله تاني عن مكان الجزيرة، فهيرلي بيقول له على مكانها وبيساعده. وبعد كده بنروح لليزلي وصاحبتها بتيجي تتكلم معاها وبتقول لها ان امبر زميلتنا في الشغل جالها زبون عاوز يشتري بيت وان الراجل ده غني جدا. فليزلي بتقرر تاخد الزبون ده منها وبتاخد رقمه وبتكلمه وبتروح تقابله. والزبون ده بيكون باركر واللي بيكون جاي هنا عشان يكمل الخطة بتاعته، وبيطلب منها تفرجوا على المكان عشان يشوف البيت بقى اللي هو عاوز يشتريه. وبعد كده بيروح لكلير وبيتكلم معاها، فبتسأله عن الراجل اللي كان جاي عشان يقتلها. فبيقول لها ان هو ما كانش جاي يقتلك ولا حاجة، هو كان جاي عشان يخطفك عشان يهددني بيكي. وكلير بتكون قلقانة عليه وبتطلب منه ان هو يسيب المكان ويمشي، بس باركر بيقول لها ان هي مهمة وانا لازم انفذها. وبيرجع تاني لجزيرة النخيل وبيقابل ليزلي واللي بيتفرجوا على المكان، وبتفضل تكلمه عن جوزها اللي طلقها وان هو ضحك عليها والكلام ده، لحد بيوصلوا عند بيت وبيسألها عليه. فبتقول له ان البيت ده اشترى واحد اسمه رودريجو، بس باركر بيكون عارف ان ده البيت اللي فيه ميلاندر والعصابة. فباركر بيرجع الفندق وبيقعد يبص على الصور بتاعة البيت بتاع العصابة وبيقارنها باللي هو شافه. وفي الوقت ده ليزلي بتروح وبتدور على اسم باركر، بس باركر بيكون عاتلها اسم مزور. وبتدور عليه وبتلاقي ان الشخص ده لسه مولود من شهرين وان الحسابات البنكية بتاعته كلها مزورة. وبعد كده باركر بيروح لبيت ميلاندر والعصابة وبيستناهم يخرجوا من البيت. واول ما بيخرجوا المعلم بيخش من باب الجراج قبل ما يقفل وبيشوف الخطة اللي هم مجهزينها للعملية الجاية، وبيحط مسدس في الترابيزة من تحت عشان احتمال يحتاجوا بعدين. وبيدور على مخزن الأسلحة بتاعتهم وبيبوظها كلها. وفي اللحظة دي بيوصلوا البيت والجراج بيفتح، فباركر بيخرج من الباب بسرعة ومحدش بيحس بيه. وبنرجع لباركر تاني واللي ليزلي بتكون بتراقبه وكمان شافته وهو خارج من بيت ميلاندر، وبتشاور له عشان يركب معاه العربية، وبيروح متعصب عليها وماسكها لأنه عارف إنها مراقباه من الأول. فبتقول له انها عرفت اسمه الحقيقي وعرفت كمان ان كل الحسابات بتاعته مزوره. وبعد كده راحوا المكتب عندها وقعدت بقى تحكي له وتتكلم معاه عن المعاناه اللي هي بتمر بيها وقد ايه الناس الاغنياء دول مبذرين ومش حاسين بالناس اللي زيها، وقصه بقى تقطع القلب الحزين. المهم قالت له بقى انها عاوزه تشتغل معاه وهتساعده في المهمه اللي هو بيعملها. وقعدت بقى تقول له انت هتحتاجني لان انت محتاج حد يكون عارف المدينه عشان تتحرك بسهوله والحاجات دي. فباركر بيفتشها عشان يشوف اذا كانت بقى بتسجل له ولا لا، وقال لها ان هو يفكر في الموضوع ده. وبعد كده بيسيبها وبيمشي. وتاني يوم باركر بيروح يقابل واحد وبياخد منه شويه معلومات، وبعد كده بيرن على ليزلي وبيقول لها ان هو يشغلها معاه. وبيروح يقابلها وبيقول لها ان رودريجو سرق منه حاجات زمان هو وثلاثة اصحابه، وانهم هنا عشان ينفذوا عملية سرقة تانية، وبيطلب منها تعرف المكان اللي هم يسرقوه. وبيقول لها ان هو عارف انها هتبقى سرقة كبيرة جدا وهتكون عبارة عن مجوهرات بقيمة من 50 ل 70 مليون دولار. فليزلي بتربط الاحداث ببعض كده وبيجي في بالها ست غنية جدا هي عارفاها والوحيدة اللي ممكن يبقى معاها الفلوس دي، واسمها مريم. وتعصبت بقى وقعدت تقول له احنا لازم نمنعهم ولازم نوقفهم والكلام ده. وبعدها خدته وطلعت على قصر مريم لانها هتنظم مزاد وهتعرض المجوهرات بتاعتها فيه. وفي الوقت ده بنشوف ميلاندر والرجاله في قلب بيت الست دي وبيكونوا عاملين نفسهم من المنظمين بتوع المزاد عشان طبعا يقدروا ينفذوا المخطط بتاعهم ويسرقوا المجوهرات. وباركر بيشوفهم فبيتاكد ان هو ده المكان اللي هم يسرقوه، وبيطلب من ليزلي تروح على بيتها وهو هيرجع على اوضته في الفندق.
وبيروح على اوضته وبنلاقي ان تانزينجر باعت له واحد عشان يخلص عليه وبيحاول يخبطه بالسكينه، فباركر بيروح ضربه وبيروح ماسكه وحاتفه من البلكونه، بس الراجل بيطلع غتت وبيتعلق في رجليه، فباركر بيروح مناوله برجله التانيه ومسقطه في الشارع. وباركر فعلا قدر يخلص عليه، بس طلع من الموضوع باصابات خطيره. وبعد الحوار ده الشرطه راحت لليزلي البيت وسالوها عن باركر، بس طبعا كانوا بيقول لها انه اسمه بارمنت اللي هو الاسم المزور بتاعه. فبتقول للشرطي ان هو عامل عندها مش اكتر، واثناء ما هي بتتكلم مع الشرطي بتشوف دم في الحوض وبتتصدم وبتلاقي باركر مرمي في المطبخ ومفيش فيه حته في جسمه سليمه، فبتقفل باب المطبخ بسرعه عشان الشرطي ما يشوفوش. والظابط بيقول لها ان بارمنت حدف واحد من بلكونه الفندق والراجل مات. وليزلي بتحاول تطرقه عشان ما يشوفش باركر، وبتقول له ان الملف بتاعه موجود في المكتب بتاعها وان هو يقابلها هناك عشان تديهوله. وبعدها دخلت لباركر وبيكون متبهدل وهي بتبقى متوتره جدا وبتطلب منه ان هي توديه المستشفى، بس هو بيرفض عشان الشرطه ما تقبضش عليه. وبيقول لها تروح المكتب بتاعها وتدي الضابط الملف بتاعه عادي جدا وتتصرف بهدوء عشان ما حدش يكشفها. واداها رقم تليفون وقال لها تكلمه من تليفون عمومي، بس هي برضه بتبقى قلقانه عليه ومش عايزه تمشي، فامها بتقول لها روحي انتي وانا هتصرف. وبعدها ليزلي بتشوف تليفون عمومي وبتتكلم مع الرقم اللي باركر اداهولها، وطبعا الرقم ده بيكون رقم كلير. وبتروح المكتب بتاعها وبتشوف الحادثه بتاعت باركر لانها اتنشرت وطلعت على التلفزيون. ومن كتر ما هي متوتره قالت لصاحبتها انها هتمشي ولما الشرطي يجي يبقى يديله الملف اللي هو عاوزه. وبترجع البيت وبتلاقي كلير هناك وقاعده بتخيط له جروحه وبتقول له انها لازم توديه المستشفى، بس هو بيقول لها ما ينفعش. وبنلاحظ ان ليزلي غيرانه من كلير. المهم باركر بيقول لكلير تروح تستناه في المعسكر بتاع الصيد. وبعدها بنروح لميلاندر والعصابه واللي بيجهزوا نفسهم عشان يروحوا يسرقوا المجوهرات، وبيلبسوا لبس الرجاله بتوع المطافي وكمان بيكون معاهم عربيه مطافي كمان. وميلاندر بيوزع الناس كلها في اماكنها، وهاردويك بيكون مستنيهم بالمركب في الميه. والمزاد بيبدا والخطه بتاعت ميلاندر بتشتغل، وبتلاقي ان المكان بيحصل فيه شويه انفجارات ورا بعض هم اللي كانوا مجهزينها امبارح لما كانوا عاملين نفسهم من المنظمين بتوع المزاد. المهم يعني الناس كلها بتخرج بره وبيحصل حريق، فميلاندر والرجاله بيخشوا بلبس رجاله المطافي ومعاهم العربيه والخراطيم عشان ما حدش يشك في اي حاجه، وبيسرقوا كل المجوهرات اللي موجوده في المكان. وبيرنوا على هاردويك عشان ينفذ الجزء بتاعه من الخطه، وهاردويك فعلا بيبدا يشتت الشرطه اللي واقفين بالمراكب في الميه. وميلاندر والرجاله بيلبسوا لبس الغواصين وبياخدوا المجوهرات وبيهربوا من غير ما اي حد يحس بيهم. وبعدها بقى رجاله المطافي الحقيقيين بيوصلوا وبيخشوا يلاقوا كل المجوهرات اللي في المزاد كلها اتسرقت، فبيبلغوا الشرطه بسرعه. وليزلي بتبقى واقفه بره وبتتفرج على كل اللي بيحصل. وفي الوقت ده باركر بيروح يستخبى في بيت ميلاندر والعصابه على بال ما هم يوصلوا، وبعد شويه العصابه بتوصل وبيكون معاهم المجوهرات. وليزلي بتكون متوتره وقلقانه على باركر، فبتروح سايقه الغباء وبتروح رحاله عند البيت بتاع العصابه، وبتبص عليهم من الشباك وهم بيطلعوا المجوهرات اللي هم سرقوها. ولان طبعا حظها فقر جدا هاردويك بيقفشها وبيثبتها بالمسدس وبيدخلها جوه، وقال لهم انها كانت بتراقبهم من بره. وبتبدا بقى المعجنه الحقيقيه لما بيشكوا انها كانت شغاله مع باركر. فهاردويك بيروح ملبسها بوكس في خلقتها وبتقع على الارض، وبتشوف المسدس اللي تحت الترابيزه اللي باركر كان مركبه المره اللي فاتت. المهم ميلاندر بيقومها وبيخش عليها بدور الحنيه وبيسالها بقى على مكان باركر، فبتقول له يا عم انا ما اعرفش حد بالاسم ده. فبيقول لهم يقوموا يدوروا عليه في البيت وبره البيت كمان. وخرجوا يدوروا عليه فعلا، بس باركر بيبدا يصطاد فيهم وبيمسك روس وبيخلص عليه. وبعدها هاردويك وكارلسون بيخشوا البيت تاني وبيقولوا لميلاندر انهم ملقوش حاجه، بس بيلاقوا ان روس اتاخر فبيقعدوا يندهوا عليه، بس هو طبعا ما بيردش عليهم. فميلاندر بيروح مزعق في هاردويك وبيقول له يخرج يدور عليه. وفي اللحظه دي ليزلي بتشوف باركر من الشباك، فميلاندر بيشوفها وهي بتبص على حد بره، فبيستنتج ان باركر موجود وبيروح ناحيه المكان اللي باركر فيه وبيلف من ورا وبيروح ضارب عليه نار. بس طبعا المسدس ما بيشتغلش لان باركر مبوظ كل الاسلحه امبارح. المهم بيروح حادف المسدس في وشه وبيهجم عليه، وليزلي بتستغل الفوضى اللي بتحصل وبتاخد المسدس من تحت الترابيزه وبتخلص على كارلسون. وميلاندر بيكون عاوز يخلص على باركر بالسكينه، بس باركر بيروح غارز الخزنه في رقبته وبيثبته وبيخبطه طلقه في نص دماغه. وبيروح عشان يخلص على هاردويك هو كمان، فبيلاقيه ماسك ليزلي وحاطط المسدس في دماغها. وهاردويك بيقول لباركر ان احنا هنقسم الفلوس مع بعض وكده الموضوع يبقى اتحل وكل واحد خد نصيبه، بس باركر بيرفض. فبيقول له انت لو ما وافقتش على الصفقه دي انا هقتلها. فبيقول له يا عم اقتلها.
وفعلا بيضغط على الزناد عشان يقتلها، بس برضه المسدس ما بيشتغلش، وبيروح باركر ساحب ليزلي من ايده وبيخبطه طلقه في نص دماغه وبيخلص عليه هو كمان، وبيروح واخد المجوهرات وواخد ليزلي وخارج من البيت وبيركبوا العربيه. وليزلي طبعا بتبقى زعلانه لانه قال لهاردويك يقتلها، فبيقول لها ان هو عمل كده لان هو مبوظ كل الاسلحه بتاعتهم قبل العمليه، وبيطلب منها تاخد المجوهرات وتعينها عندها في المكتب في فتحه التهويه، وهو هيبقى يبعت حد ياخدهم بعد 3 شهور، وبعد ما الصفقه تخلص هيبعت لها فلوسها عن طريق البريد، بس بيقول لها ما تحطش الفلوس كلها في البنك عشان ما حدش يشك فيها. فبتقول له انت هتروح فين خلال الفتره دي؟ فبيقول لها ان هو هيستخبى عند حد كده هو عارفه، وطبعا هي بتبقى عارفه ان هو رايح يستخبى عند كلير، وبتبقى زعلانه لانها بتحبه بس مفيش حاجه ينفع تعملها. وبعد الحوار ده ب6 شهور باركر بيروح لدانزينجر وبيخلص عليه هو والرجاله بتوعه عشان كانوا عاوزين يخطفوا كلير، وبعد سنه بيبعت الفلوس لليزلي عن طريق البريد، وليزلي بتبقى طايره من الفرحه لانها بقت غنيه. وانت طبعا فاكر ان الموضوع خلص على كده، لا، باركر بعت فلوس للناس اللي انقذوه عند البحيره لما كان مضروب بالنار، وكده بينتهي الفيلم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك الملخصات الجايه. سلام.